السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم حلا السرايا او حلا التوست بمكونات سهلة وطعمة كلش لذيذة وخفيفة. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. نضيف بجدر كوب من السكر ونخليها على نار هادية حيل لحد ما تتكرمل ويانا وتذوب السكر. نحركها بين فترة وفترة حتى ما تحترق من جهة، تذوب السكر ويانا من كل الجهات بدون ما تحترق. هذا تكون لونها وقوامها. هسه نضيف فوقها كوب ونص من المي. اول ما نضيف المي راح تصير الكراميل قوية، بس لما نحركها راح ترجع تذوب مرة ثانية. راح نحركها شوية شوية لحد ما تذوب بالكامل. بعد ما نضيف المي نقدر نعلي النار عليها حتى تذوب بسرعة وتغلي ويانا. هسه الشيرة صارت جاهزة، نطفيها. نجيب الخبز التوست المحمص الجاهز، إذا ما عندكم جاهز تقدرون تجيبون الخبز التوست العادي وتخلوها بالفرن لحد ما تتحمص وتاخذ لون ذهبي. تطلعوها وتعوفوها تبرد، بعدين تبلشون بالوصفة. هسه أني الخبز التوست مالتي جاهز ومحمص، راح أخليها بالبايركس، أصفتها بهاي الطريقة واضيف فوقها من الشيرة اللي جهزناها هو حارة حتى تسحب الشيرة كل الزين الخبز التوست وتصير ويانا لينة. بعد ما كملنا البايركس راح اجيب الباقية واخليها بايركس ثاني ونقعها بالشيرة حتى اخلي الطبقة الثانية فوقها، او تحبون تسووها طبقة واحدة وبايركس اكبر حسب رغبتكم. هسه بنفس الجدر راح اضيف 5 أكواب من الحليب و6 ملاعق من السكر و6 ملاعق من الطحين وملعقتين من النشا. نخلط المكونات ونخليها على النار. ونحركها لحد ما تدخن ويانا المحلبي. لما تدخن نضيف له ملعقة أكل من الزبدة وننتظر لحد ما تذوب ويانا الزبدة ونطفيها. هذا تكون قوامها شوية ثقيلة. هسه بعد ما بردت ويانا الخبز التوست وسحبت كل الشيرة راح اجيب المحلبي واضيف بيها ظرف من الفانيلا وابدي اضيفه فوق التوست. مثل ما قلنا تحبون تسووها طبقة واحدة بايركس اكبر او تسووها طبقتين مثل ما اني سويته. هسه اغطي كامل الطبقة الاولى واضيف الخبز التوست الطبقة الثانية فوقها. هذا هم سحب الشيرة كل الزين. نخليها واحدة بصف اللغ ونرجع نغطيها بالمحلبي. ونعدل الوجه مالتها ونعوفها تبرد بالكامل. بعد ما بردت ويانا بالكامل نشوف الوجه جمد كامل. نجيب ظرفين من الكريم شانتي ونخلطها ويا الحليب ونخليها فوقها ونعدلها بهاي الطريقة وننطيله الشكل بالقطاعة مال البوتيتا او اي شكل انتو تحبون تسووها. التزيين بعد حسب رغبتكم، بس هذا تنطيله شكل حلوة. إذا ما عندكم من هاي القطاعة تقدرون تزينوها بالشطل همينة أو بالمشط النظيف مال المطبخ حسب الموجود. وندخلها بالثلاجة ليلة كاملة وثاني يوم نقدمها. هسه راح نقطعها مربعات. لازم تبقى بالثلاجة ليلة كاملة حتى تاخذ قالبها كل الزين. كل ما نقصها بالسكينة راح نمسحها بالكلينس حتى ما تتخربط ويانا شكلها ولونها. بعد ما كملنا التقطيع راح نزينها بالفستق الحلبي. التزيين حسب رغبتكم، تحبون بالكاكاو أو جوز أو حبيبات الشوكولا حسب رغبتكم أو حسب الموجود، أو تقدموها سادة، هذا بعد اختيارية. وهذا شكلها النهائي بعد ما قطعناها وزيناها. راح أشوفكم قوامها كلش حلوة وطعمها هم كلش طيب.
وطعمها هم غريب، أوصيكم تجربوها، وصفة غريبة وطيبة وقوامها هم كلش حلوة. وهذا شكلها النهائي بعد ما قدمناها، شكلها يشهي وكلش طيبة ولذيذة وخفيفة. اللي ما تحب الحلا زايد تقدر تستغني من الكريم شانتي، تخليها بس ويا المحلبي، هم حسب رغبتكم. حلة خفيفة ولينة وطعمها هم كلش طيبة، أوصيكم تجربوها. وهاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي، ولا تعجبها الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد. وأقول لكم ألف عافية.